صاحبي، ما تيجي اقول لك ازاي نحول اللقطة بتاعتنا من كده لكده. طب والله انا بقول كلام بفلوس كتيرة فشخ. الكلام اللي انا بقوله ده كنز يعني. تعال اوريك، تعال. فبدون كلام كتير يلا ندخل على مرحلة التلوين. وكالعادة انا مروق عليك وسايب لك كل الفيديوهات دي في لينك في الديسكريبشن، فحمل الفيديوهات دي وتعال نطبق عليهم واحدة واحدة. انا هنا زي ما انت شايف، تعال نبدأ مثلا باللقطة الكبيرة المين علشان نقدر نكون بنحدد كل حاجة. اوكي، طيب انا هنا من البداية محتاج ان انا اكون بعمل تو نودز. اوكي، اللي احنا متعودين عليهم اللي هم الكولر سبيس ترانسفورم ان، اللي هو انا هنا كنت مصور على السوني اس جاما 3 دوت سيني سلوك 3 و دافينشي وايد جامت دافينشي انترميديت. اوكي، وهعمل كوبي للنود دي للنود الاخيره وهنعمل سواب. اوكي، وهعملها على الريك 709. وهنا مش هعملها جاما 2.2 زي ما انا قلت لكم قبل كده. جاما 2.2 لكل الويب والسوشيال ميديا اللي احنا بنعملها. جاما 2.4 لو هتتعرض شويه على تلفزيونات لان الكونتراست بيكون شويه حاجه بسيطه اعلى. اوكي، زي كده جاما 2.4. وهنسميهم عشان ما نتلخبطش CST out وهنا CST in. done. طيب زي ما انتم شايفين هنا انا الصورة بتاعتي شوية هاي كي، يعني منورة زيادة عن اللزوم. اوكي، ولكن انا عايز اخليها بنفس التون شوية زي فيلم ذا ماتريكس. فانا دايما بعمل تركاية لطيفة قوي تخليك وتساعدك انك تسرق اي لقطة من اي فيلم، ولكن مش بطرق الاي اي والحاجات الخايبة دي، بطريقة اكتر احترافية. طيب تعالوا نروح على الايديت. بتروح عندك على الحاجه اللي هي الباور بين اللي انا حاططها عندي، حاطط فولدر اسمه فيلم شوتس. اوكي، وهروح انا دايما ببقى حاطط مجموعه من الافلام كده، يعني الافلام اللي انا بفضلها يعني. وهروح لده فيلم ذا ماتريكس مثلا. تعالوا ناخد لقطه زي دي. عايز لقطه ممكن تبقى واسعه شويه او اوكي، تعالوا ناخد لقطه زي دي مثلا. انا عايز اللقطه بتاعتي تبقى شايفين هنا على السكوبس لوكي كل حاجه كراشد للشادو نفسها. اوكي، فانت اعمل حركه لطيفه قوي. اول حاجه اعمل جراب ستيل. اوكي، واطلع فوق هنا هتلاقي حاجه اسمها ايمج وايب. اوكي، اضغط عليها. بمجرد ما تضغط عليها مفيش اي حاجه حصلت. وهنا تيجي التركايه، افتح الكليبس وروح على اللقطة بتاعتك. مجرد ما هتروح هتلاقي بقى مفتوح عندك زي ويندو انك زي تشوف اللقطة بتاعتك قد ايه. فانا مثلا عايز اظبط، لو انتوا جيتوا بصيتوا هنا تلاقوا ان انا اللقطة بتاعتي كلها هايلايت ومتوزعة عكس اللقطة التانية. اوكي، طبعا احنا اللقطة بتاعتنا مش متصورة زي الفيلم ما متصور، ولكن بتركها بسيطة قوي في التلوين نقدر نظبطهم او على الاقل نخليها شبهها. للمعلومه انا مش عايز اعمل نفس اللوك بتاع ذا ماتريكس، ولكن انا عايز اعمل حاجه قريبه شويه منه. اوكي، خلونا نقفل الكليبس كده، خلي بس دي موجوده. اوكي، اول حاجه عايز اعمل الاكسبوجر، وعايز اعمل الوايت بالانس، عايز اعمل الساتوريشن. واكبر غلطه انت بتعملها ان انت دايما بتظبط الوايت بالانس وبعد كده تظبط الاكسبوجر. او هي للامانه مش غلط ولكن مش مفضله. ليه مش مفضله؟ لانك ببساطه جدا اول ما انت بتحدد الوايت بالانس وبعد كده تغير الاكسبوجر، الوايت بالانس برضه بيتغير، فهتضطر ترجع تظبطه. فالافضل انك تعمل الاكسبوجر بتاعك تتاكد منه وانه ظابط معاك وهو ده اللي انت عايزه، بعديها تغير الوايت بالانس. فبالتالي انا هروح للاكسبوجر. اوكي، هروح طبعا لو مش مشغل الادابل سبلاين شغله. اوكي، وهاجي هنا انا عايز اكون بعمل دارك اكتر للشادو. اوكي، جيت هنا. اوكي، هي دارك قوي. انا مش عايزها دارك قوي برضو، عايزها شوية، بس انا محتاج اكون بقلل الهايلايت بجزء شوية زي كده لان انا عايز المود بتاعي يبقى دارك اكتر. اوكي، ممتاز. خلينا نقفل الايمج وايب دلوقتي، خلينا نروح للوايت بالانس. اوكي،
الوايت بالانس اكتر من طريقه تقدر انك تعملها. اسهل طريقه منهم انك تروح على الوايت بالانس وتاخد البيكر. لو عندك حاجه لونها ابيض فبالتالي بتختار اللون الابيض مثلا من على التيشيرت، اوكي، وتعمل كده. وده كده مثلا بيفور وافتر، ان هو ظابط لك الوايت بالانس. لو انت شايف هنا تلاقي كل السكوبس زي بعض، الاحمر قد الاخضر قد الازرق، ولكن ده مش شويه ممكن ما يساعدنيش في اللوك اللي انا عايز اعمله. فبالتالي دي مش افضل طريقه، خلينا نعمل ريست ليها. وهروح على الطريقه الاكيوريت شويه، اللي هي ان انا اشغل الجاما خليها على اللينير، واجي عند اللوما ميكس خليني اعملها لصفر علشان ما تاثرش على الاضاءه بتاعتي. وهشغل الفيكتور سكوب. لو انتوا شايفين هنا انا محتاج ان انا اخلي اللون بتاعي ابيض، بحيث ان انا اخليها متوازنة على السكوبس هنا. وده بيفور وده افتر. تعالوا نروح للبريد كده، افضل بكتير من اللي فاتت. اوكي، الساتوريشن انا ما اعتقدش ابدا 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 ان انا في كليبات زي دي هحتاج الساتوريشن. بالعكس انا محتاج اكون بقلل الساتوريشن كمان. فبالتالي انا هروح للنود اللي بعديها وهسميها كونتراست. ايوه، وهروح للبيفوت اللي احنا زي ما احنا متفقين عليه هو رقم ساينتفك 0.336. والكونتراست عايز ان انا اكون برفعه شوية زي كده. وده بيفور وافتر لحد دلوقتي، بيفور افتر. اوكي، شويه بدات اروح للمود اللي انا عايزه، فتمام قوي. تعالوا نكمل. خلاص الساتوريشن دي مش عايزينها فامسحها. اوكي، تعالوا نروح على ال HDR ويلز. تعالوا كده نسميها HDR. تعالوا كده مثلا نشوف الاجزاء الدارك دي، احنا ممكن مثلا نكون بنقللها. اوكي، الشادو، الاماكن اللي بتمسك الشادو دي برضو محتاج ان انا اكون بقللها بس بنسب مختلفة. اوكي، الاماكن اللي فيها اللايت احتاج برضو اكون بقلل الاماكن اللي فيها اضاءة علشان مش عايزها تكون بتلسع مني بالمنظر ده. اوكي، واللي فيها الهايلايت شوية زي كده، مش عايز اكون الاضاءة دي مؤثرة على اي حاجة. اوكي، الشادو ممكن كده. اوكي، وده ال HDR before وافتر. شوية اخدت بارتس من الصورة، ما غيرتش في كل حاجة. ممكن الهايلايت اكتر لان هو واخد الاماكن اللي فيها الاضاءات دول. ممكن مثلا احنا نكون بنزود اللون، طبعا تقدر تحددها طول ما انت هتفهم المعادلة بتاعتها، بس مش عايز اروح للاكستريم قوي كده. انا عايز مثلا شوية اكسر الالوان بالدرجة دي. فده كده بيفور وافتر، بيفور وافتر. ممتاز. بس برضه احنا ممكن نقللها شوية، حاسس انها اوفر كده. بيفور وافتر، ممتاز. اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب. تعالوا نروح نبني اللوك بتاعنا. وانا هنا هكسر القاعدة لان انا برضو عايز اكون بتحكم في الالوان بشكل بسيط، مش عايز ادخل ديب قوي في ان انا اغير اناتومي الالوان نفسها. فانا هروح اعمل اللوك بتاعي بعد الكالر سبيس ترانسفورم اوت، بعد ريك 709. ليه؟ لان انا مش حابب اكون بتحكم في كل الالوان، انا عايز بس الالوان الظاهرية بس اكون بقلل. وهوري لك تركاية. التركاية دي انا حضرت عليها ورشة بالكامل، دفعت فيها اكتر من $1000 على التركاية دي، فانا اقولها لك ببلاش كده، ببلاش. التركاية هي، كمل الفيديو للاخر وهقولها لك فعلا. اوكي، تعالوا نروح للسي اس تي اوت. اوكي، هعمل اللوك بتاعي هنا. اللوك لو انا جيت عملت الايمج وايب بتاعت فيلم ذا ماتريكس هلاقي، تعالوا كده نشوف. تعالوا نروح نفتح حاجة اسمها كواليفاير. طيب لو جيتوا بصيتوا هنا هتلاقي ان كل الالوان بتاعت الفيلم نفسها مايلة ما بين
الصيان اللي هو النقطة اللي هنا الأزرق والأخضر بشوية. ده موجودة في الأماكن الشادو، الهايلايت، ناتشورال سكين تون، مفيش أي مشكلة فيه. تمام. فبالتالي أنا عندي في اللوك بتاعي أنا محتاج إن أنا أكون ببساطة جدا بضيف الأخضر، جزء ما بين الأخضر والصيان اللي هو جزء هنا ناحية الشادو، مش كتير قوي كده. اوكي. وطبعا عيني على السكوبس عشان ما فيش اي حاجة تبوظ مني. وهروح للجين ان انا اكون شوية ناحية، يعني عكس، يعني انا هنا مثلا ده اللون اللي انا رحت فيه في الليفت اللي هو الشادو، يبقى انا الجين دايما بيكون الاوبوزيت او بشكل معاكس ليه، بحيث ان انا كأني بظبط فيه الالوان. اوكي. فبرضو عيني على السكوبس زي كده. والاوفست اللي هي الصورة بالكامل عايزها برضو تكون بتروح ناحية اللون اللي انا مختاره اللي هو ما بين الصين والاخضر. الجامة حاسس ان هي ممكن شوية تكون، لان الجامة دي بتمسك شوية السكين تون بتاعت البشرة نفسها، فبالتالي ممكن تبقى كده. وده كده بيفور وافتر بعد اللوك بتاعي. وده يعتبر شبه نفس اللوك اللي انا عايزه، مش عايز اروح لنفس الاكستريم زي فيلم ذا ماتريكس، ولكن انا عايز اعمل اللوك بتاعي الخاص بيا مستوحى من فيلم ذا ماتريكس. فبالتالي خلينا نشوف مرة كمان. ده كده before and after. اوكي. طيب انا هنا عايز اتاكد اذا كان السكين تون بتاعي مظبوط ولا لا. اوكي. لانه طبعا بعد ما انا عملت اللوك بتاعي فهم شكلهم بقى شويه مايل للاصفر، وتشيز ده طبيعي لما بتيجي تبني اللوك، ولكن انا عايز اتاكد اذا كان مظبوط من البدايه ولا لا. فتعالوا نروح لقبل السي اس تي اوت. اوكي. هروح للكواليفاير بتاعي واختار مثلا السكين تون هنا، دوس شيفت اتش عشان نعمل سيلكشن بشكل كبير زي كده. خلينا ناخد مثلا الباور ويندو هنا، اشوف بشكل اكبر. اوكي. ممتاز. خلينا نفتح الفيكتور سكوب واشوف اتاكد من درجة الالوان بتاعتي. طبعا هنا السكين تون بتاعي الانديكيتور لو مش مفتوح عندك ممكن تروح هنا تعمل شو سكين تون انديكيتور والشو دبل اكس زوم، وتتاكد من اللاين بتاعك ان هو متوافق مع الخط اللي البرنامج رسمه لك. اوكي. انا متوافق معايا. اوكي. وحتى كان باين من النظر من البدايه ان السكين تون مظبوطه. اوكي. طيب احنا لحد دلوقتي وصلنا على اللوك بتاعنا. تعالى بقى اقول لك التركايه اللي هتغير لك كل الموازين. اوكي. انا هاجي بعد اللوك تركايه بسيطه قوي قوي قوي، اراهنك لو انت عملتها على اي كليب عندك بدون اي حاجه في التلوين هتظبط معاك. التركايه هي بسيطه قوي. ارفع الكونتراست، قلل الساتوريشن بدرجه ما زي كده. اللقطه بتاعت الكونتراست بيفور وافتر تغيير كبير قوي بيحسسك ان هي اديتك فيلمك تون بشكل غير طبيعي. اوكي. ولكن انا حاسس ان الصوره بتاعتي بدات شويه تبقى اوفر اكسبوزد، اسف اوفر اندر اكسبوز، يعني بقت بشكل زياده. فبالتالي ممكن مثلا اكون برفعها حاجه بسيطه زي كده. اوكي. ممتاز قوي. done. اوكي. تعالى هنا نسميها السيكريت صوص وخلاص. done. وبعد ده يا صاحبي هنروح نضيف الحاجات اللي احنا دايما بنضيفها، حاجة مثلا شبه الفيلم جرين اللي بيكون موجود. مثلا نروح فيلم جرين احنا نضيفه. اوكي. بالتالي ده بيفور وافتر. طبعا الصورة بتاعتنا كلين ما فيهاش النويز اللي احنا متخيلينه، ولكن انا بحب ال 35 200 تungsten. اوكي. بحب مثلا انا، خلينا نشوف كده الجرين نفسه شكله ايه. جرين سايز لا كده اوفر. تعال نزود التكستشر. اوكي.
طيب انا هنا ممكن ان انا اضيف حاجه في النص بعد ال HDR كده، ان انا ممكن اعمل subtractive او density للالوان مش الساتوريشن. يعني انا مش عايز اروح ان انا هنا اكون بضيف saturation، بالعكس انا عايز اكون بعمل density للالوان نفسها، اوكي، ومش بشكل كبير كمان. فهروح للcolor slice وهرفع شويه الساتوريشن بحاجه كده، وممكن اعمل مثلا saturation balance. وده كده بتاعها الساتوريشن بيفور افتر. لو انتوا بصيتوا هتلاقي مثلا الوشوش نفسها خدت شويه من الروح، ما تبقاش بهتانه لكن ما اثرتش على بقيه الالوان. وده كده يا صاحبي اللوك النهائي بتاعنا بيفور اند افتر. تعالى نمشي خطوه خطوه واقول لك احنا عملنا ايه في نودز بسيطه جدا. الفرق الوحيد ان احنا عارفين احنا بنعمل ايه. تعالى نقفل كل حاجه، نشوف الكالر سبيس ترانسفورم ان و اوت. بعد كده رحنا عملنا الاكسبوجر، كده عملنا الوايت بالانس، كده عملنا الكونتراست بتاعنا ان احنا ظبطنا. دول بالنسبه لنا بنسميهم حاجه، خلونا نحطهم في جروب كده، create compound node، اوكي. وده احنا هنا بنسميه primary، يعني الاساسيات بتاعت الفيديو بتاعي. دي الحاجات اللي انا بعملها علشان ابدا الون، اوكي. بعد كده رحت عملت تويكس بسيطه قوي عن طريق ال HDR، اوكي. بعد كده عملت density، اوكي، للالوان نفسها، اوكي. وبعد كده عملنا اللوك بتاعنا ان هو شويه من ذا ماتريكس، اوكي. وعملنا السيكريت صوص اللي هو قللنا الساتوريشن ورفعنا الكونتراست. وفي النهايه ضفنا الجرين. لما انت تيجي تتفرج عليها دلوقتي، يعني انا ارانك لو انت مثلا ما شفتش كل اللي اتقال ده وجيت على اخر الفيديو بصيت ايه شويه النودز دول عملوا ايه، تحس ان الموضوع تافه وبسيط. ولكن للحقيقه الموضوع صعوبته انك تفهم الصوره محتاجه ايه او انت محتاج تكون بتلون ازاي. مجرد ما تفهم ده، كل التولز دي الموضوع يبقى بسيط جدا. مره كمان، ده كده اللوك بتاعنا زي ما هو متصور، وده كده على اللوج وبيفور وافتر. طيب احنا كده ما خلصناش لسه، في حاجه بسيطه قوي. انا دلوقتي مش لسه هلون كليب موجود هنا، اوكي. هقول لك على طريقه بسيطه، ولكن استنى الفيديوهات الجايه. في حاجه كبيره قوي ان انت تعمل الكليبات لجروبس وتقسم كل واحده بكل نوع كاميرا معين. هو انا هقول لك كل حاجه ولا ايه؟ شوف الفيديوهات الجايه، بس احنا لسه ما خلصناش ده، تمام. نعمل هنا نختار كل الكليبس وبكل سهولة جدا نعمل رايت كليب ونعمل حاجة اسمها ابلاي جريد. مجرد ما تعمل ابلاي جريد، كل حاجة انت عملتها على الكليب ده هتتنقل للكليبس التانية بالظبط. ويبقى انت كل اللي انت محتاج تعمله انك بس تلعب في البرايمري هنا. يعني انت مثلا هنا حسيت ان الاكسبوجر محتاج يزيد يقل، اعمله على هنا. لكن كل النودز التانية، يعني اللوك بتاعك هنا ده ثابت زي ما هو. ليه؟ علشان يكون بنفس النسب. كل اللي احنا عملناه هنا مثلا ان احنا حطينا جزء من الاخضر والصيان في الشادو، الجاما ناحية الازرق والصيان، جين نفس الكلام، الاوفست اللي هو الصورة بالكامل راحت ناحية الاخضر. ما ينفعش ان انا هنا اجي مثلا ان انا اضيف شوية من الاخضر، كده الصورة هتحس انها بقت مختلفة عن الباقي. هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا، اوكي. فبالتالي تعالى نرجع ليها. صورة زي دي مثلا انا حاسس انها اندر اكسبوز بشكل اكبر بكتير من الباقي، فاروح للبرايمري وهاجي هنا ارفع الشادو منها شوية زي كده بالمنظر ده. طيب افرض انا مش متأكد من ان اللقطة دي شبه اللقطة دي. انا فاكر ان هو قال لي اعمل حاجة اسمها الجراب ستيل، اوكي. واروح للجاليري اضغط عليها مرتين واروح للمشهد بتاعي، اوكي، واشوف
هنا وهنا، فبالتالي المشهد بتاعي لو انتوا شايفين على السكوبس مثلا الاحمر موجود هنا، يبقى مثلا الاحمر التاني لازم يكون موجود هنا. فانا بالتالي بشوف هو وشه اندر اكسبوز ولا لا، الالوان اللي ورا دي هي ولا لا. هنا مثلا محتاج ان انا اكون بقلل شويه الهايلايت، فبالتالي يعني وشه هنا نفس وشه هنا بالظبط. اوكي، ودي الطريقه الاحترافيه اللي تقدر تعمل بيها كولر ماتش ما بين لقطه والتانيه. لو انا مثلا جيت بصيت هنا هلاقي ان الجزء الشمال اللي عنده اوكي في شادو اكتر بكتير من الصورة وهي متصورة هنا، ففير. اوكي، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هاجي هنا مثلا، خلينا نقول قبل الكولر سبيس ترانسفورم علشان اقدر اخد ماكسيمم ديبس في الشادو والهايلايت، واجي هنا اعملها مثلا، واروح الماسكس، واروح هنا لللينير اللي هو اللينير جريدينت. اوكي، خلينا نقفل الايمج وايب وندوس شيفت اتش علشان نشوف الصورة عندنا بتمس ايه. خلينا نعمل كده ونقلل، خلينا اقفل الاديتابل سبلاين، وخليني انزل الجاما والشادو، وده كده بيفور وافتر. كل ده بس علشان يبقوا اللقطتين دول زي بعض. وبس كده يا صاحبي. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات ايه المشاكل اللي بتواجهك في التلوين، وقول لي لو انت عايز نتكلم على حاجة معينة اكتر الفترة الجاية. بس كده، بيس.